اهلا وسهلا صديقاتي الاحباء وكل محبي التريكو والكروشيه في العالم. معاكم هايدي مكرم من قناة دودو فور تريكو. النهاردة هنعمل غرزة جميلة بالكروشيه، وهي بتعتبر من اسمها شغل التباستري، يعني يعتبر الشغل ده اسمه تباستري. وفي ناس كتيرة بتسألني يعني ايه تباستري. تباستري اللي هو زي الجاكار، اللي هو زي في التريكو جاكار اللي هي رسومات يعني. هننفذ ان شاء الله. هنتعلم الغرزة دي وان شاء الله هننفذ بيها شنطة ان شاء الله ممكن تنفع للبنات الصغيرة، ممكن في الدروس. انا عاملها بخيط اليز ديفا، هو خيط قطن رفيع، بس انا هشتغل معاها فتلتين علشان يبقى مدي السمك ده. لو تبصوا تلاقيها ماسكة نفسها، يعني ممكن تنفع شنطة، هتلاقيها ماسكة كده نفسها. وعلمكم الغرزة الجميلة دي وان ازاي بنستخدم الالوان مع بعض. يلا نبتدي مع بعض. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هنبتدي مع بعض. معايا قلنا اليز ديفا، وهنعمله فتلتين. هبتدي اعمل مع بعض عدد من مضاعفات العدد 5. انا هنا عاملة 50. لو حد حابب يعمل كده او اقل، بس انا علشان اعرف ابين لكم فيها الشغل، فهنعمله على 50. هنعمل 50 سلسلة بالابيض، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. هكمل 50 كده. انا خلصت 50 سلسلة. هنبتدي نشتغل اول سطر. هشتغل واحدة زيادة، وهسيب اول واحدة، وهشتغل غرزة حشو. بس انا بدل ما باخدها، المفروض ان انا باخدها كده، لا انا مش هاخدها كده، فكها كده تاني. هاخدها بطريقة تانية بحيث انها بتدي شكل علامة الفيل. لو لاحظنا هتلاقوا هنا واخدة شكل علامة فيل. حتى بعض الناس قالوا لي فاكرينه ده شغل على اللي هو البلاستيك اللي شبه الإتامين. لا، هو ده كروشيه. هوريكم بتتاخد ازاي. احنا قلنا اشتغلنا واحدة زيادة. هشتغل اول واحدة، هاخد الفتلة من فوق، يعني الابرة هتبقى فوق الفتلة، واروح سحباها واقفلها. دي اول واحدة.
همشي مش سطر واقلب السطر، لا، همشي داير ما يدور، هتبقى كده واطلع بيها كده. طيب هنقفلها، نقفل الدايرة، لازم اقفلها على وشها كده، اتأكد انها مظبوطة. واخد غرزة نقفلها بيه. طيب عايزة اعمل السطر اللي بعده كده بقى، هنبتدي نشتغل بالالوان. هبتدي ادخل معايا اللون الاحمر، هعمل ازاي بالالوان بقى؟ اول حاجة هبتدي ادخل اللون الاحمر، ارتفع بيه سلسلة، هشتغل ومعايا اللون الابيض معاه، اهو الاتنين اهو، وهشتغل برضو بنفس الطريقة بتاعتنا. ادي واحد كده، في واحد اتنين، يبقى اول واحدة السلسلة وتاني واحدة غرزة، يبقى انا عندي كده ايه، غرزتين. التانية معايا الخيط الاحمر، الخيط الابيض ماشي معايا. طبعا دي الفتلة الواصلة، بداية الفتلة ممكن اخدها معايا برضو عشان يبقى الشغل بتاعي نضيف. وبعدين هسحب بنفس الطريقة، ادي 3 4 5 كده، عندي 5 بالاحمر، 5 بالايه، بالشغل الاحمر. بعد كده هبتدي اغير اللون الابيض. طيب انا علشان عايزه اوريكم فكره، يبقى انا قصدت ان انا اعملها عشان ايه، تاخدوا بالكم. يعني مثلا عايزه هبتدي بقى، المفروض اللون الابيض هيبتدي من بعد ايه، ال5 الاحمر دي، يبقى لازم الابيض ابتدي بيه قبل ما اقفل الغرز دي اهي، يبقى ابتدي بالابيض وهما كده فتلتين، وهما كده ابتدي اخد الابيض، اشتغل بالابيض واسحب. اخد الاحمر برضو معايا في الشغل، كده واحد، يبقى دي اول واحدة. لو خدنا البالنا، واحد 2 3 4 5 احمر اهو، 5 احمر، وهنعمل 5 بالابيض، 2 وخلي بالي ان الايه، الخيط الاحمر ماشي معايا. واحد 2 3 4، هعمل ال5 اهي، ومش هقفلها بالابيض، هجيب الاحمر ابدل بقى، وابتدي اعمل ال5 الاحمر.
لو جينا نعد اهو 1 2 3 4 5 احمر، 1 2 3 4 5 بالابيض. نبتدي بقى ايه، احنا ممكن بقى ايه الخيط اللي هو الزيادة ده ممكن بقى خلاص كده اللي هو اللي احنا بدينا بيه نقص عشان يبقى الشغل بتاعنا نضيف. هبتدي اعمل الخمسة بالاحمر تاني، ومعانا والخيط الابيض ماشي ايه معانا برضو. 1 2 3 4 الخمسة. مش هسحب كده، لا هسحبها بالابيض. يبقى لما باجي اغير اللون لازم ابقى ايه على الابرة اللي هي ايه غرزتين، وابتدي اسحب بالابيض كده. يبقى كده لو جينا بصينا برضو هنلاقي ايه 5 ايه احمر. يبقى هنا عملت 5 احمر 5 ابيض 5 احمر، وابتدي اشتغل بالايه بالابيض تاني. ادي 1 2 3 4 الخمسة برضو هيبقى كده على الابرة عندي اللي هو الغرزتين، وبعدين اسحبهم بالاحمر، ومعايا برضو الخيط ايه الابيض. لما نيجي نبص مش هنلاقي هنا خيوط، مش هنلاقي هنا ايه الخيوط. طبعا دي الخيط بس اللي هو زايد. يبقى انا باخد الالوان اللي هشتغل بيها وانا بشتغل. يعني مثلا افرض ان انا هشتغل ب3 الوان، يبقى برضو هاخد ال3 الوان معايا في الشغل، هاخد 3 الوان معايا في الشغل. ابتدي بقى اشتغل بالاحمر تاني، ومعايا الابيض 1 2 3 4 الخمسة. اروح ايه مش قافلة بالاحمر، هقفل بالايه بالابيض. يبقى كده باينة بسيطة خالص وسهلة. على فكرة ممكن ده ينفع جراب موبايل، يعني ممكن لو حد عنده موبايل ممكن نعمل منه جراب موبايل. يعني انا كنت بفكر اعمله جراب موبايل. ممكن يتعمل بوك لو قفلنا بسوستة، حطينا له سوستة، وممكن نخيطه من الطرف من تحت قصدي، ونركب له سوستة. ممكن يتعمل جراب موبايل، ممكن يتعمل شنطة صغننة، وان شاء الله هنعمل بيه شنطة متوسطة. بس انا الفيديو ده تعليمي بس للشغل التابستري، ودي تعتبر من الرسومات السهلة، يعني لان في رسومات صعبة شوية، بس انا ما حبيتش ابتدي بيها. خلينا واحدة واحدة كده. كده انا خلصت 1 2 3 4 5 وما اتلخبطش، كل مرة اعد عشان ايه ما اتلخبطش. يبقى هنا عندي 5 احمر ابيض 5 احمر 5 ابيض 5 احمر، وهكمل بعد كده لغايه بقيه السطر وارجع لكم تاني. كده انا خلصت لغايه اخر السطر. هوريكم ازاي بنقفل برضو. انا خلصت هنا ال5 الابيض، وبعدين غيرت اللون وقفلت باللون الاحمر. هاجي هنا عند اول السطر هنا، واروح عامله غرزه وارتفع
ارتفع سلسلة وابتدي السطر التاني، ومعايا برضو الابيض. ادي 1 2 3 ونيجي نعدهم تاني، 1 1 2 3 4 ودي ايه رقم 5 اهي. رقم 5 احنا بنقول ايه رقم 5 بنقفل بالايه بالابيض عشان ما نتلخبطش تاني. يبقى عندي 1 2 3 4 5 قفلت بالابيض. اشتغل بقى ايه تاني بالابيض، الابيض فوق الابيض. 1 2 3 4 5 هقفلها بالايه بالاحمر. منساش اخد الخيط معايا وانا ايه ماشية. نشتغل برضو الاحمر فوق الاحمر ومعانا الخيط الابيض ماشي معاه. 1 2 3 4 عشان بقى فتلتين نخلي بالنا. لو حد عايز يشتغل ممكن بخيط سميك شوية بقى، بس هو القطن ده حلو ماسك نفسه شوية في شغل الشنط لما بيبقى فتلتين، بس هو عايز طولة بال بقى شوية كده. الرقم 5 هبتدي اغير بالابيض اهو، شايفين بالت تظهر يعني النص يعتبر نص المربع. هو المربع ده من 4 سطور، 1 2 3 4، وبنبتدي بعد الأربعة نغير اللون. يعني لو كان احمر ابتدي ايه اعمل ايه ابيض، والابيض اعمل فوقيه احمر كده. انا خلصت ده كده السطر التاني، هنكمل السطر التاني ده كده في تاني سطر هنكمله. نعمل ابيض، وطبعا الاحمر الخيط الاحمر ماشي معانا. لو حد حابب يشتغل بإبرة اتخن شوية، بس انا بحب الابر الرفيعة عشان بتخلي الشغل ماسك، يعني ماسك نفسه ازاي واقف. يعني لو اتعملت شنطة هتلاقيها متماسكة ما تقعش، متماسكة وحلوة. فانا عاملاه بإبرة رفيعة شوية. هو الابر اللي هي الستانلس عندي متسجلة مقاس 1، سمك الابرة رفيع. كده رقم 5 ما بشتغل بالاحمر، اقفلها بالاحمر. هكمل كده لغاية اخر السطر وارجع كده. خلصت السطر، وعند البداية هبتدي اقفل السطر في اول غرزة هنا، اروح قافلاها
وابتدي ارتفع سلسلة السطر الجديد، ونشتغل برضو بالاحمر ومعانا الخيط الابيض. واحد، اتنين، خمسة، نقفلها بالابيض، واحد، الابيض فوق الابيض والاحمر فوق الاحمر. كده هنكمل السطر الثالث برضو والرابع، ونعمل الرابع مع بعض، وبعد كده ارجع لكم. كده خلصنا ثالث سطر، وهنقفله بمنزلقة، وهنرتفع سلسلة للسطر الرابع. السطر الرابع ده هيكون اخر سطر في نفس الالوان، يعني بعد السطر الرابع ده نبتدي فوق الاحمر نعمل ابيض، وفوق الابيض نعمل احمر، هنبدل. احنا هنعمل ده برضو السطر الاخير ده الرابع بالاحمر. احمر الاول، واحد، كده الخمسة نشتغل بالابيض، نقفلها بالابيض، نشتغل ممكن نوسع شوية عشان ما نبقاش الشغل مضايقنا، نوسع الفتلة شوية. معلش بقى انا عشان الكاميرا مضايقاني شوية في التصوير. هنبدل كده، احنا باين خالص اللي هما اربع سطور. بدأت تظهر اهي الاربعة كده تمام. هخلص انا السطر الرابع وارجع تاني نشوف نبدل ازاي. كده انا خلصت السطر الرابع. هنبتدي بقى نشتغل بالابيض. في الحالة دي انا مش هغير باللون الاحمر، يبقى انا وقفت هنا. انا دايما كنت بقى مش بقفل الاتنين دول بنفس اللون، يعني الغرزتين الاخرانيين في اخر واحدة مثلا هما 1 2 3 4 في 5، في الخمسة ما كنتش بقفل بالابيض كده، لا كنت بقفل كده. لا انا هنا بقى هغير عشان هعمل باللون، اكمل عليه هنا كده. هيبقى فوق الاربعة دول الخمسة سوري الاربع سطور دول هيبقى بالابيض. يبقى انا هسيب الاحمر بقى خلاص، ابتدي امسك الابيض واقفل السطر ابيض علشان هيبقى فوق الاحمر هيبقى اللون الابيض. كده هقفلها بمنزلقة كده، قفلت خالص بمنزلقة.
هبتدي ارتفع سلسلة. ادي 1 2، معانا اللون الاحمر طبعا منسيبوش، 3 4 5. منساش ان انا لما اوصل هنا، ساعات انا بنسى الواحد يشتغل وينسى ان هو ما بيقفلش لما اجي اغير اللون ما اقفلش بنفس اللون، اقفل باللون ايه التاني الاحمر، عشان هبتدي اشتغل بقى فوق الابيض ده، هبتدي اشتغل احمر. نبتدي بقى نشتغل. ادي 1 ولازم اعد علشان ما انساش، 2 3 هنقفل هنا، دي 5 غرزة، يبقى نقفل بالابيض كده ماشيين صح. اشتغل تاني 1 2 3 4 5 طبعا مش هنقفلها عشان ما تلخبطش، برضو نقفلها بالايه بالاحمر باللون التاني، يبقى نعرف ان ايه اخر غرزة بنقفلها باللون التاني، نقفلها باللون ايه التاني كده. خلاص الفكرة كده يعني كده اكتملت. هنبتدي بقى ايه نشتغل برضو 4 سطور. بعد كده بنغير اللون، لو احنا احمر هنخليه ابيض، ولو ابيض هنخليه احمر. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وان شاء الله هنعمل منه شنطة، بس تابعوني على القناة وكمان الجروب. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.